اوكي، فيلم ايطالي نتفليكساوي جديد Vanished into the Night. فتحت نتفليكس قلت اشوف ايه جديد، لقيت الفيلم ده لسه مرفوع طازه، قلت اديله فرصه. عجبني البوستر، واضح انه فيلم تشويق، اثاره، حبس الفاس. قصه بسيطه للغايه، زوج وزوجه وطفلين، ولد وبنت. الزوجه من امريكا والزوج ايطالي، وفي طلاق هيحصل بينهم. يا ترى الطفلين هيروحوا فين؟ هيقعدوا مع ابوهم في ايطاليا ولا هيروحوا مع امهم لامريكا؟ ولكن ده كله مش مهم، لان في مره من المرات الزوج بياخد اطفاله معاه في البيت، وفي ليلة وضحاها بيكتشف ان الطفلين اختفوا تماما. بيتصل بمراته، الحقيني العيال مش لاقيهم. مراته بتيجي، بيدوروا على العيال، يا ترى راحوا فين؟ هوب بيجي اتصال من ناس مجهولين، ولادك في امان، عايزين 150 الف يورو كاش. الزوج بيضطر يدخل في مهمة خطيرة عشان يوفر منها الفلوس وينقذ عياله. فهل هيقدر ينجح في المهمة دي وينقذهم فعلا؟ وايه الدوافع الحقيقية للناس المجهولين دول، وليه خطفوا اطفالهم؟ الفيلم ده ريميك لفيلم تاني ايطالي برضه نزل سنة 2013 اسمه ذا سيفنث فلور. نفس القصة ونفس الاحداث ونفس الشخصيات ونفس كل حاجة تقريبا بالملي. لو انت شفت الفيلم القديم ده خلاص يعتبر الفيلم الجديد اتحرق عليك. كويس ان انا ما شفتش الفيلم القديم، انا شفت الجديد وبعدين شفت القديم، عشان كده الجديد يعتبر خدته زي ما هو، ما اتحرقش عليا. طيب هو عشان تعمل فيلم من الافلام دي اللي هي فيها اب بيدور على اولاده المخطوفين والكلام ده، عشان تعمل فيلم زي ده ويكون ناجح، انت محتاج 3 حاجات. اولا محتاج اخراج كويس قوي عشان تعمل فيلم يشد المشاهد من اول لحظه لاخر لحظه، يفضل متابع الفيلم ما يزهقش، لان النوعيه دي من الافلام اهم حاجه فيها سرد الاحداث. ازاي تخلي المشاهد يفضل مفنجل عينيه معاك في القصه بتاعتك اللي انت بتحكيها، ازاي تخليه يقعد يسال اسئله ويفكر ويشغل دماغه ويفضل مشدود طول الوقت. تاني حاجه محتاج تمثيل كويس جدا وكتابه شخصيات كويسه جدا. انا لازم اتعلق بالشخصيات، لازم اتعاطف معاهم عشان اهتم بالورطه اللي هم فيها، عشان ما ازهقش وانا بتفرج. محتاج اكون متعلق بيهم عشان احط نفسي مكانهم واقعد افكر ازاي اطلع من الورطه دي كاني فيها معاهم. وتالت حاجه محتاج نهايه كويسه. الجونرا دي او نوعيه الافلام دي بتتميز بالبلوت تويست. طبيعي بتكون مجهز نفسك لاي التواء يحصل في الحبكه، وطول الفيلم بتحاول تشغل دماغك عشان تتوقع البلوت تويست ده وتقفشه. والبلوت تويست الشاطر هو اللي يخليك ما تتوقعوش. دول 3 حاجات لو عرفت تعملهم صح تضمن انك عملت واحد من اجمد الافلام في التاريخ. فالسؤال هنا، هل فيلم Vanished into the Night عرف يعمل ال3 حاجات دول؟ ولا حاجه نص نص كده. بالنسبه للاخراج يعني حسيت اني كنت مشدود شويه في لقطات كتير كلوز اب شوتس، الكاميرا قريبه جدا من راس الشخصيه عشان تخلينا نفضل دايما جوه دماغها، فتخلينا نتعاطف معاها اكتر ونهتم بالمواقف الخطره اللي هي فيها. ولكن في اوقات الفيلم بيكون فيها ممل شويه، في مط في الاحداث، في بطء، ده خلى الفيلم مش اكتر حاجه تخليك منتبه معاه. بالنسبه للتمثيل عاجبني جدا بصراحه اداء ريكارديو اسكامارسيو، شايل الفيلم كله لوحده، قدر يوصل لي قلق وتوتر وتعب وارهاق وسهر، وما كلش طول الليل وما نامش طول الليل وما ارتاحش طول الليل. انا بالولس عموما ادائها كويس، ولكن ما جاتش كتير في الفيلم، وباقي الشخصيات ولا ليها اي لازمه، بتختفي تماما في الخلفيه بالكاد. فاكر اي حد ممكن اللي فاكره بس شخصيه نيكولا، ولكن ما اقتنعتش بالخط الدرامي بتاعه نهائي. واخيرا الكتابه، زي ما قلت الفيلم ريميك لفيلم قديم، فالكتابه زي ما هي، ولكن انا شايف ان الفيلم القديم احسن شويه من الفيلم الجديد. هو نفس كل حاجه، لكن الاختلاف فقط في التفاصيل، في الحوارات بين الشخصيات، في طريقه التعامل مع المواقف. حسيت ان الفيلم القديم منطقي اكتر، تصدقه اكتر، تتعلق بيه اكتر. الفيلم الجديد هيخليك تقعد تسال اسئله من نوعيه طب هو ايه اللي يخلي الزوجه تعمل كده؟ طب هو ازاي الزوج يروح للمكان الفلاني؟ طب هو ايه الهبل ده؟ مكان يعمل كده، ايه اللي يخلاه يعمل كده؟ عشان كده في رايي لو شفت الفيلم القديم واستمتعت بيه، ساعتها مش هتحتاج تشوف الفيلم الجديد، هيبقى بالنسبه لك تقليد رديء جدا، مش هتقدر تكمله اساسا. فيلم Vanished into the Night تقييمي ليه 5 من 10، يعني متوسط جدا، لا هو حلو قوي ولا هو وحش قوي. لو شفته مش هتندم انك شفته، ولو ما شفتوش مش هيفوتك حاجه مهمه في الحياه. ده كل اللي كنت عايز اقوله عن الفيلم. لو شفت الفيلم قول لي رايك فيه في الكومنتات. اتفهم ان الفيلم ده ممكن لبعض الناس يبقى خرافي قوي وبعض الناس التانية يبقى عبيط قوي، فلو شفت الفيلم قول لي رايك فيه في الكومنتات. وطبعا ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والجرس والحاجات دي، وندخل على اللي بعده.